السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفة ان انا الفترة دي مقصرة معاكم في اللايفات. بس سامحوني، انا يعني الفترة اللي فاتت ولسه لحد دلوقتي يعني وقتي ضيق جدا جدا، فمش بلحق ان انا اطلع لكم يعني لايفات وكده. بس قلت اعمل لكم فيديو كده قصير تصبيرة لحد ما اطلع لكم لايف ان شاء الله. هنتكلم النهاردة عن موضوع حلو جدا ومهم جدا جدا. لازم ان احنا نبقى عارفين ان اي حاجة بنخسرها في حياتنا هي في حد ذاتها، يعني اي حاجة بنخسرها في حياتنا عشان خاطر نفسنا، هي في حد ذاتها مكسب عظيم. يعني ما تخافوش ان انتوا تخسروا الحاجات اللي انتوا مش مرتاحين فيها، لان اي حاجة بتخسريها علشان نفسك وعشان نفسيتك فدي في حد ذاتها هي مكسب عظيم ليكي. كمان احنا محتاجين ان احنا نستبدل حاجات بحياتنا بحاجات احسن، يعني نتخلى عن حاجات في حياتنا عشان يجيلنا حاجات احسن منها بكتير. يعني مثلا لو انت عندك دايرة صحاب انت مش مرتاحة معاهم، بس انت قاعدة معاهم ومستنية ان انت تغيريهم او مستنية انك تلاقي صحاب تانيين، انت مش هتلاقي. طول ما انت جوه سلسلة الصحاب او جوه المستنقع ده، انت هتبقي شبههم، فمش هتلاقي حد نظيف ابدا، مش هتلاقي حد كويس ابدا زي ما انتي عايزة يعني، الا لما تسيبيهم اتخلي عنهم. حتى لو قعدتي بعديهم سنة، قعدتي سنتين لوحدك، عادي تعيشي لوحدك احسن ما تعيشي مع ناس انتي مش مرتاحة معاهم مثلا، يعني او ناس مش زيك. مجرد ان انتي بس يبقى عندك صحاب وخلاص وانتي مش مقتنعة بيهم او مش مرتاحة معاهم، ده في حد ذاته غلط، وقاعدة مستنية ان انتي يجيلك صحاب جداد او ان انتي مثلا تلاقي حد احسن. مش هتلاقي غير لما تتخلي. فلازم ان احنا برضو نفس الحكاية نطبقها. لو انتي مثلا مخطوبة لحد، تمام، والحد ده مش مريحك ومش كويس، ما تفضليش ماسكه فيه ومكمله معاه. او لو انتي مثلا مرتبطه بحد، ما تفضليش مكمله وانتي عارفه ان انتي مش مرتاحه ونفسيتك مش مرتاحه، بس انتي خايفه تخسري. لازم نختار نفسنا في اي حاجه، وما نقبلش اي حاجه ان هي تكون، يعني اي حاجه مؤذيه نفسيا لينا احنا ما نقبلش بيها. ولازم نتخلى عن الصحاب الوحشين عشان ربنا يكرمنا بصحاب تانيين. مش معقولة هتكوني وسط شلة مش كويسين تستني ربنا يكرمك بصحاب كويسين، مش هيحصل. لازم تتخلي، يعني ما ينفعش برضو تبقى انتي مخطوبة لشخص مش كويس معاكي، مش بيحترمك، حد انتي مش مرتاحة معاه نفسيا، وتفضلي قاعدة مستنية لما ربنا يكرمك بعريس تاني. ما هو مش هيجيلك الا لما تفركشي. لازم نتخلى عن الحاجات اللي بتأذينا نفسيا. اتخلي وما تخافيش، ما تقوليش انا سني كبر، ما تقوليش انا الفرص قدامي قليله. لا، انت ما تعرفيش نصيبك فين، وما تعرفيش العوض ايه، وما تعرفيش ان انت لما تتخلي عن الحاجه الوحشه هيجيلك وراها ايه. فما تتمسكوش بالحاجات اللي انتوا مش مرتاحين معاها نفسيا. الاشخاص ايا كانوا هما مين، خطيبك، صاحبك، خطيبك قصدي، صاحبتك، ما يعني اتخلوا وما تسمحوش لأي حد ان هو يكون في دايرة حياتكم او في الدايرة المقربة ليكم، ويكون بالنسبة لكم بيديكوا طاقة سلبية ومش كويس معاكم، يعني مش مرتاحين نفسيا معاه. حد بيأثر على نفسيتكم، حد مثلا بيقولكوا كلام سلبي، متسمحوش بده. تخلوا عن اي حد عشان خاطر نفسيتك تبقى كويسة ونفسيتك تبقى مرتاحة، وده طبعا في مصلحتك اولا واخيرا. خدي بالك لما هتظبطي علاقتك بنفسك، لما تفهمي نفسك اكتر وتظبطي علاقتك مع نفسك وتعرفي قيمة نفسك، ساعتها كل حاجة حواليكي هتتغير، كل اللي حواليكي هيعرفوا قيمتك، كل حاجة بعد كده هتتظبط، هتلاقي صحاب كويسين دخلوا حياتك، هتلاقي كل حاجة اتظبطت. بس اهم حاجة ان انتي اولا تفهمي نفسك، تعرفي انتي عايزة ايه، تعرفي قيمة نفسك وتقدريها. ساعتها كل اللي حواليكي هيمشوا على هذا الاساس. مثال تاني، لو انتي مثلا بتشتغلي شغل مش بتحبيه
وانت مكمله فيه على اساس ان مفيش غير ده، فانا يعني مضطره ان انا اكمل فيه برغم ان انا ما بحبهوش. لا، اتخلي عنه. انا بقولك اتخلي عنه عشان ربنا يكرمك بشغل تاني تبقي مبسوطه فيه، تبقي مرتاحه فيه. اعرفي قيمه نفسك وما تقعديش في مكان انت مش مرتاحه فيه نفسيا. ودي نصيحتي لكل بنوته. كمان لما هتنضفي الدايره اللي حواليكي وتنقيها حسب راحتك النفسية، أو تتخلي عن الناس اللي في حياتك اللي مش مريحينك، إذا كانت دايرة صحاب مش بتحبيهم، أو صاحبة مؤذية نفسية ليكي، أو غيرتي استغنيتي عن شغلك وتخليتي عنه عشان ما كنتيش مرتاحة فيه، أو مش مرتاحة للأشخاص اللي انتي بتشتغلي معاهم مثلا طول النهار. ساعتها أي حد هيدخل بعد كده هيبقى داخل على نظافة، هيحس كده بإيه ده حياتك. فاهمة؟ الحاجة اللي هتخش لك هتبقى داخلة كده على نظافة. مش هتلاقي مثلا صحاب داخلين على صحاب وحشين، مش هتلاقي ده. فاهمه؟ فلما تتخلي عن الصحاب الوحشين ربنا هيكرمك بصحاب حلوين. انما طول ما انت ماسكه فيهم، او طول ما انت ماسكه في الاشخاص اللي مش مريحينك، مش هتلاقي مكانهم. محدش هيخش دايرتك وهم لسه موجودين. تخلي عشان يجيلك الافضل وربنا يعوضك بالافضل. واعرفي قيمه نفسك، وزي كده ما بيقولوا في التخلي التجلي. ماشي. فلطري حياتك، اقطعي وانسي وارمي ورا ظهرك. يعني ما تخافيش ان انتي تعيشي من غير صحاب، او ان انتي تعيشي بدون ما تكوني في علاقة. اهم حاجة راحتك النفسية. يعني تقعدي لوحدك ولا تبقي مع ناس مش مرتاحة معاهم نفسيا، او بيتعبولك نفسيتك، او بيأثروا عليكي بالسلب. لا، تكوني لوحدك افضل. ومش هتكوني لوحدك على طول يعني، اكيد في فترة نقاهة لما تسيبي حد او تتخلي عن حد، ولكن ترجعي بعد كده تلاقي حاجات حلوة ربنا بيعوضك بيها، وترجعي تحمدي ربنا وتقولي الحمد لله ربنا عوضني، بدل دول لقيت دول احسن، او بدل ده لقيت ده احسن. تمام. وربنا يوفقكم ان شاء الله في حياتكم اللي جاية، وتحققوا كل اللي بتتمنوه بإذن الله. لو اول مرة تشوفيني، انا ايمان نصار. متنسيش بقى تعملي لايك وتعليق لو عجبك الفيديو، تشتركي في القناة عشان تشوفي الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله.